سأكون سعيداً عندما أرى الناس يتسابقون للمكتبات أكثر من سباقهم للمقاهي والمدرجات. سأشعر بالسعادة عندما يحتفى ويحتفل بالعلماء والأدباء والأساتذة كما يحتفل باللاعبين. سأشعر بالسعادة عندما نحتل المراتب الأولى في التعليم والصحة. في زمن تكالبت فيه الأهواء وتداخلت الأولويات بين طيات الحياة العصرية، ينشأ هذا السؤال المحوري: أين نحن من مسار الحضارة؟ تلك الحضارة التي كانت يوماً ما منارة للعلم والمعرفة. نرى اليوم أن الأنوار قد اختفت خلف ستائر اللهو والعبث، وتحولت الأهداف السامية إلى مجرد أماني عابرة في زحمة الحياة. يقاس التقدم الحقيقي للأمم بمدى رقيها الثقافي والعلمي، لا بمدى تفوقها الرياضي أو الترفيهي. لكن أليس من المؤسف أن نرى مجتمعاتنا قد انغمست بعمق في متاهات الترفيه، حتى أصبح الاحتفال بالأبطال الرياضيين أولى من تكريم العقول التي تنير دروب العلم والمعرفة؟ نحن نعيش في واقع مؤلم، حيث تقيم المجتمعات الوزن لما هو عابر وزائل، متجاهلة ما يبقى ويستمر: العلم والمعرفة. هل أضحت تفاهة سيدة الموقف والسطحية عنوان العصر؟ إنها لحسرة عظيمة أن نرى الشباب يقضون أوقاتهم في ملاحقة اللحظات الزائلة على حساب بناء العقل والفكر. يقولون إن الأمل ما زال موجوداً وأن الغد سيكون أفضل، لكن لا يكفي أن نأمل فقط، بل يجب أن نعمل ونسعى لخلق واقع جديد، واقع يعلي قيمة العلم والمعرفة، واقع يحتفي بالمبدعين والمفكرين كما يحتفي بالرياضيين والمشاهير. أن الطريق نحو التغيير يبدأ بخطوة، وتلك الخطوة تكمن في إعادة ترتيب الأولويات. يجب أن نبدأ بتغيير نظرتنا نحو الحياة ونعيد تقييم ما نعتبره مهماً وضرورياً. يجب أن نبحث عن الضوء في عتمة الجهل، وأن نجد الأمل في وسط اليأس. سيأتي اليوم الذي يصبح فيه العلم والمعرفة هما الأساس، وحينها فقط سأشعر بالسعادة الحقيقية. ولكن حتى ذلك الحين تظل الحسرة والألم رفيقين دائمين لهذا الواقع المر الذي يحصد فيه التافهون المراتب الأولى. لست هنا لأعكر صفو فرحة الجماهير بانتصار المنتخب المغربي، ولكن لألفت الأنظار إلى ما هو أهم وإعادة ترتيب الأولويات. عندما نحصد المراتب الأولى في التعليم والصحة، حينها سأكون أول الملتحقين بالجماهير لأحتفي بهذا الإنجاز الحقيقي الذي يبنى عليه مستقبل الأمم ويشكل قاعدة تقدمها ورقيها. إن الانتصارات في الملاعب مهما كانت مثيرة وملهمة تظل لحظية وعابرة مقارنة بالإنجازات في ميادين التعليم والصحة التي تعد ركائز أساسية لتقدم الأمم وازدهارها. إن الاحتفاء بالعقول اللامعة التي تثري المعرفة وتسهم في بناء مجتمعات متعلمة وصحية هو ما يجب أن يكون على رأس قائمة اهتماماتنا. يجب أن نعيد النظر في توجهاتنا ونقدم الدعم للمجالات التي تساهم في تحقيق تنمية مستدامة لبلادنا. لا يمكن أن نغفل عن أهمية العلم والبحث العلمي وتطوير النظم التعليمية والصحية التي تعد الأساس في بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. أن الطريق نحو التغيير يبدأ بخطوة، وتلك الخطوة تكمن في إعادة ترتيب الأولويات. يجب أن نبدأ بتغيير نظرتنا نحو الحياة ونعيد تقييم ما نعتبره مهماً وضرورياً. يجب أن نبحث عن الضوء في عتمة الجهل وأن نجد الأمل في وسط اليأس. سيأتي اليوم الذي يصبح فيه العلم والمعرفة هما الأساس، وحينها فقط سأشعر بالسعادة الحقيقية. ولكن حتى ذلك الحين تظل الحسرة والألم رفيقين دائمين لهذا الواقع المر الذي يحصد فيه التافهون المراتب الأولى. لست هنا لأعكر صفو فرحة الجماهير بانتصار المنتخب المغربي، ولكن لألفت الأنظار إلى ما هو أهم وإعادة ترتيب الأولويات. عندما نحصد المراتب الأولى في التعليم والصحة، حينها سأكون أول الملتحقين بالجماهير لأحتفي بهذا الإنجاز الحقيقي الذي يبنى عليه مستقبل الأمم ويشكل قاعدة تقدمها ورقيها. حين نحتفي بعلمائنا ومعلمينا وأطبائنا كما نحتفي بنجوم الرياضة، سنكون قد اتخذنا خطوة كبيرة نحو مستقبل مشرق. حينها سيكون الاحتفال بالانتصارات الرياضية مجرد تكملة لفرحة أكبر وأعمق، فرحة بناء أمة قوية بعلمها وصحتها. في ذلك اليوم حيث تصبح المعرفة والصحة في مقدمة أولوياتنا، سأقف مع الجماهير أحتفل بكل فخر وسعادة لأننا حققنا انتصاراً حقيقياً في ميادين الحياة الأساسية، انتصاراً يحمل في طياته وعداً بغد أفضل
للأجيال القادمة.